لو انتي لسه مبتدئة في الكروشيه فأكيد واحدة من الأخطاء دي أكيد قابلتك. وطبعا زهقتي وقررتي ان انتي مش هتكملي تاني، بس أنا عملت سلسلة فيديوهات صغيرة وقصيرة لأغلب الأخطاء اللي بتحصل لكل الناس لما تكون لسه مبتدئة في الكروشيه. ازاي تتجنبي الخطأ ده وهو لما باجي أشتغل بلاقي الإبرة خرجت فاضية؟ دي حاجة ممكن تحصل لأغلب الناس بالذات اللي لسه متعلمين ازاي يمسكوا الإبرة. الخطأ ده أتجنبه ازاي؟ أنا دايما باخد لفة كده على الإبرة ونخلي وش الإبرة لتحت أو سن الإبرة دايما باصص لتحت علشان الخيط يتعلق فيها أو تشبك فيها كده، وبحيث إن الإبرة هي اللي تساعد الخيط إن هو يخرج بره الدايرة. مرة كمان هناخد لفة ونخلي دايما الهوك أو السن بتاع الإبرة باصص لتحت، وهو هيساعد الخيط إن هو يطلع بره. ده أكتر خطأ ممكن يبوظ شغلك في الكروشيه ويخلي شكله وحش جدا. ممكن كمان الخيط يتقطع لو انتي شديتي الخيط جامد. الخطأ ده بيحصل بسبب ان وانتي بتشتغلي مش بتبقي مخرجة الغرزة بره كل الخيوط بتاعة الغرزة التانية نفسها. وعشان كده لما تكوني بتشتغلي اسحبي الخيط بتاعك اللي هو على الإبرة بره كل الغرزة نفسها، لأن الخيط نفسه مكون من خيوط تانية صغيرة كتير قوي، فممكن يحصل من غير ما ياخد بالي زي ما أنا باعمل كده. طبعا ده بقصد، لو انتي مبتدئة هيحصل غصب عنك أكيد. هتلاقي بُصّي في جزء من الغرزة ما طلعش، يعني في جزء من الخيط لسه على الإبرة، فده غلط. لازم الخيط يعدّي برّه كل الخيوط الصغيرة اللي عندي على الإبرة. في خطأ تاني ممكن يحصل إن أنا أسحب نُص الخيط بس وأسيب النُص التاني برّه كده، ده هيخلّي الشكل زي ما أنتِ شايفة وِحِش جدًا، وهتلاقي حصل يعني كلكعة كده وأنتِ شغالة. فإحنا عايزين الخيط يبقى مفرود وشغل شكله حلو. من أشهر الأخطاء اللي بتواجه المبتدئين هي شد الخيط جامد جدًا على الإيد، وده بيسبب إن الغرزة بتصغر، وباجي أشتغل الإبرة مش بتعدّي برّه الغرزة لإنها بقت أكبر بكتير أوي من الغرزة نفسها، فباجي أسحب الغرزة بتاعتي عمرها ما هتعدّي الناحية التانية. فالحل إيه؟ الحل إن أنا أريّح إيدي شوية على الخيط وأسحب الغرزة لفوق سِنّة، بحيث إنها تكون أكبر حاجة بسيطة جدًا من الإبرة، وبعد كده أشتغل غرزتي عادي جدًا، الإبرة هتطلع بسهولة برّه الغرزة. ال3 سلسلات دول هُم بنفس عدد الغرز وبنفس الإبرة وبنفس الخيط، بس زي ما أنتم شايفين كل واحدة فيهم ليها شكل وحجم مختلف. يا ريت تقولوا لي ليه ده حصل في الcomments، وكمان تقولوا لي أنهي واحدة الصح اللي المفروض أستخدمها. وأنتِ شغالة في الكروشيه حاولي ما تشديش إيدِك جامد أوي، أوي، لإن ده هيسبب إن الغرزة هتصغر. زي ما أنتِ شايفة كده أنا باحاول أشد إيدي جامد أوي، فالغرزة بتصغر. فده هيعمل لي مشكلة، أولًا طبعًا أعصاب الإيد هتتعب، ثانيًا لمّا آجي أعمل الصف اللي بعد كده هتبقى صعبة جدًا، جدًا، لإن الغرزة صغيرة أوي. وبرضه من الخطأ التاني اللي أنا أريّح إيدي خالص، فالغرزة تبقى واسعة أوي وفيها فراغات كتير، فده مش هيدّي شكل finish في النهاية حلو. فإحنا طيب نعمل إيه؟ الحل في إننا نضبّط إيدينا، يا دوب الغرزة تبقى أكبر حاجة بسيطة من الإبرة زي ما قُلت في فيديو قبل كده، ما تبقاش صغيرة أوي وما تبقاش كبيرة أوي، يا دوبك تعدّي بس الإبرة بتاعتي، كده هتطلع الشغل بتاعِك مضبوط وإيدِك هتبقى مرتاحة، ولمّا تيجي تبدئي الصف الجديد هتكون أسهل عليكِ إن شاء الله في الشغل. من ضمن برضه الأخطاء اللي بتتبعت لي هو ليه القطعة بتاعتي بتكبر، ليه بابقى بادئة بحجم معين أو بعدد معين وبالاقيها زادت معايا كده. السبب هو إن وأنتِ شغالة بتزودي عدد غرز من غير ما تاخدي بالِك. يعني مثلًا في القطعة دي أنا بدأت ب7 بس زودت 2 كده في كل صف، يعني بقيت أزود مثلًا المفروض من غير ما آخد بالي، فده بيسبب طبعًا إن الغرزة بتاخد الشكل اللي أنتِ شايفاه ده. طب الحل إيه؟ الحل إن أنا أعِد الغرز بتاعتي كويس جدًا وأتأكد إن أنا مش مزوّدة أي حاجة. في القطعة دي أنا بدأت ب7 ونهيت ب7 فعشان كده شكلها متناسق. الخطأ ده واجهنا كلنا لمّا كنا مبتدئين وده عكس الفيديو التاني خالص. ليه القطعة بتصغر؟ ليه بابقى بادئة بعدد معيّن وبالاقيها بقت شبه ال8 كده الغرز بتقِل؟ ده بسبب إن أنتِ أكيد ناسية غرز ومش بتعدّي كويس بعد ما بتخلّصي كل صف. يعني هنا مثلًا أنا عندي عدد معيّن، بس خلّي بالكم من حاجة، أغلب المبتدئين لمّا بنيجي نبدأ بينسوا أول غرزة، يعني ما بيحسبوش أول غرزة دي وبيدخلوا في الغرزة التانية على طول، يبقى أنا كده عملت يعني فوّتّ غرزة فالعدد بتاعي بيقل، فهادخل في أول غرزة ولازم آخد بالي أوي إن أنا شغّالة في كل الغرز بتاعتي، طبعًا لا أزوّد ولا أقلل أي حاجة. هاكمّل وبرضه الأخيرة بتتنسى أوقات كتيرة جدًا، فلازم ناخد بالنا من أول غرزة وآخر غرزة إن أنا مش ناسياهم، وإن أنا حاسباهم معايا علشان تطلع القطعة بتاعتي مضبوطة ومتناسقة. أكتر خطأ بيتبعت لي تقريبًا هو ليه القطعة بتاعتي في الكروشيه بتكون عاملة كده واخدة curve كده. السبب ده بسبب tension إيدي أو شدة إيدي على الخيط،
لو أنا وأنا باعمل السلسلة كنت شادة إيدي أوي أوي والصف التاني كنت مريّحة إيدي أوي أو مريّحة إيدي شوية، هيحصل مشكلة في حجم الغرز، هتبقى في غرز كبيرة وغرز صغيّرة، فده اللي بيعمل الcurve ده. الحل إيه؟ الحل إن أنا أريّح إيدي وأنا شغّالة، سواء في السلسلة أو في الغرز اللي فوق، زي ما أنا باعمل كده، علشان يبقى في تناسق ما بين الغرز وما يحصلش الcurve اللي بيحصل ده. دايمًا لو أنتِ بتشتغلي قطعة مستطيلة زي مثلًا scarf أو حاجة وأنتِ إيدِك ما ضبطتش شدِّة الخيط لازم يطلع معاكِ الخطأ ده. فهنا القطعة اللي معايا دي أنا كده ضبطت إيدي في السلسلة الأساسية وكمان في الغرز اللي فوق، فهتلاقوها مفرودة، بس هي صغنونة شوية فهي مفرودة، غير طبعًا الغرزة التانية اللي كنت بادئة بيها. في الكروشيه برضه من المشاكل اللي بتقابلنا هي ليه القطعة بتكبر مع إن أنا مش مزوّدة عدد غرز. الموضوع ده بيبقى صعب شوية، بس لازم تاخدي بالِك إن أنتِ أكيد غيّرتِ الإبر. لو أنتِ بدأتِ بإبرة صغيرة وبعدين رجعتِ اشتغلتِ بإبرة كبيرة، ده أكيد هيكبّر معاكِ شكل الشغل بتاعِك والعكس صحيح. لو بدأت بإبرة كبيرة ورجعت كمّلت بإبرة صغيرة، الشكل هيصغر معايا.